السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب دايما تكونوا كويسين ودايما يا رب في أفضل حال. أنا هايدي معوض المحامية، ودي قناة مدرسة القانون. بحاول هنا في القناة إن أنا أرد على كل التساؤلات والاستشارات القانونية اللي بتجيلي ومنتشرة بشكل عام. فلو حضرتك أو حضرتك عندك أي استفسار قانوني ممكن تكتبهولي تحت في الكومنتس، وإن شاء الله هرد عليه بفيديو جديد. في فيديو النهاردة هتكلم عن إجراءات رفع دعاوي النفقات، إزاي ترفعي قضية النفقة. فخليكي معايا وتابعي للآخر. يلا على طول كده نبدأ نعرف إجراءات رفع دعاوي النفقات. عايزة أرفع قضية نفقة، أعمل إيه؟ مبدئيا لازم حضرتك تكوني عارفة نوع النفقة ومحدداها اللي انت عايزة ترفعيها. يعني ايه يا هايدي؟ النفقات فيها انواع كتير، في نفقة زوجية، نفقة مسكن، نفقة للصغار، من مأكل، ملبس، من مصاريف علاج، مصاريف دراسية، انواع كتير جدا. فلازم تكوني محددة نوع النفقة اللي انت عايزة ترفعيها. ولو حابة تاخدي نبذة عن أنواع النفقات، فأنا كنت عاملة فيديو بيتكلم عن أنواع النفقات في القانون المصري بالتفصيل. ممكن تروحي تشوفي الفيديو، تاخدي نبذة عن النفقات وترجعي تاني. دلوقتي يلا نبدأ علشان نعرف إزاي نرفع قضية النفقة. رقم 1، إحنا هنجهز أوراقنا. إيه هي الأوراق يا هايدي؟ أوراق قضية النفقة اللي بتكون ثابتة بشكل كبير قوي في جميع أنواع النفقات. رقم 1، وثيقة الزواج أو وثيقة الطلاق، القسيمة بتاعت حضرتك بتاعت الجواز، أو قسيمة الطلاق لو حضرتك منفصلة. المستند التاني، بطاقة الرقم القومي بتاعت حضرتك، البطاقة الشخصية والبطاقة بتاعت زوج حضرتك. طيب، المستند التالت، شهادات ميلاد الأولاد. طبعا لو حضرتك هترفعي قضية نفقة زوجية فأنت مش محتاجة شهادات الميلاد. تمام، جهزنا الأوراق. إيه الخطوة اللي بعد كده؟ قبل الخطوة اللي جاية حابة أنوهلك برضو بمعلومة، إن المستندات دي كلها إحنا هنصورها 3 نسخ، مش هنحتاج الأصول في أي إجراء نهائي. هنصورها 3 نسخ وهنستخدمهم في خطواتنا، لكن الأصل هيفضل معاكي. فلو انتي معكيش الأصل أصلا مفيش مشكلة خالص، هتستخدمي الصور الضوئية في الإجراءات بتاعتها. طيب، جهزنا الأوراق وصورناها 3 نسخ. إيه أول خطوة هعملها؟ أول خطوة حضرتك هتعمليها إنك هتروحي لأقرب محكمة أسرة اللي انتي تابعة ليها. يعني إيه يا هايدي؟ انتي عايشة في مدينة نصر، يبقى هتروحي لمحكمة الأسرة التابعة لمدينة نصر. انتي عايشة في المعادي، هتروحي لمحكمة الأسرة اللي في المعادي. انتي عايشة في الدقي، فيصل، في أيا كان المكان اللي انتي عايشة فيه اللي موجود في البطاقة بتاعتك، هتروحي لمحكمة الأسرة اللي انتي تابعة ليها. طيب، لو أنا يا هايدي عايشة في القاهرة ومحل إقامتي في القاهرة، وزوجي عايش في اسكندرية ومحل إقامته في اسكندرية، كده في محافظة ومحافظة تانية، أرفع قضايا النفقات بتاعتي فين؟ في أنهي محكمة؟ محكمة القاهرة ولا محكمة اسكندرية؟ والله عايزة ترفعي النفقات بتاعتك في المكان اللي انت فيه وتوفري السفر، مفيش أي مشكلة. عايزة تروحي ترفعي النفقات بتاعت حضرتك في محل إقامة زوج حضرتك، برضو مفيش أي مشكلة. ولكن حابة أنوهلك بمعلومة، وهي إنك بمجرد ما ترفعي أي قضية عندك في محكمة الأسرة اللي هي عندك، خلاص كده أي قضايا بعد كده لازم تترفع في نفس المكان. طب هو هيعمل استئناف، هيجي يعمل استئناف عندك، نفس الكلام لو انت هترفعي القضية من الأول في محل إقامة الزوج عنده هو، فأي حاجة هتعمليها بعد كده هتضطري تروحي للمحكمة اللي موجودة في محل إقامة زوج حضرتك. طيب، خلاص حددنا المحكمة، رحنا المحكمة. هعمل ايه؟ معاكي المستندات بتاعتك. هتسألي في المحكمة فين مكتب تسوية المنازعات الأسرية. هتروحي المكتب، هتطلبي منهم طلب اسمه طلب تسوية. ايه طلب التسوية ده؟ طلب التسوية ببساطة جدا هو عبارة عن 4 ورقات بيبقى فيه بيانات حضرتك بتمليها عنك وعن زوج حضرتك، اسمك واسم الزوج، محل الإقامة، رقم التليفون، ايه نوع النفقة اللي انت عايزة ترفعيها، كل التفاصيل دي.
بعد ما بتملي البيانات بتحطي نسخة من المستندات اللي احنا صورناها في أول الفيديو كده، أول نسخة استخدمناها في طلب التسوية. تمام، كتبنا الطلب، حطينا معاه نسخة من المستندات، هتقدميها في مكتب التسوية اللي موجود في محكمة الأسرة، وبعد كده هتروحي من 10 ل15 يوم مش أكتر من كده هترجعي تاني لمكتب التسوية علشان تستلمي إيصال طلب التسوية. طيب إيه الإجراء ده يا هايدي؟ ليه بيحصل؟ طلب التسوية إجراء روتيني جدا لابد منه قبل أي قضية أنت بترفعيها في الأسرة، إلا عدد قليل جدا ما بيحتاجش طلب التسوية. طب هو بيعمل إيه؟ مكتب التسوية أو محكمة الأسرة بالخطوة دي بتبقى محاولة منها إنها تسوي الأمور ما بينك وما بين زوج حضرتك أو طليق حضرتك من غير اللجوء لرفع القضية. فيعني محاولة، فبتبعت اختار عن طريق البريد لزوج حضرتك، بالمعنى كده بتقول له إن زوجة حضرتك على وشك إنها ترفع القضية، هي لسه ما رفعتهاش بس هي على وشك إنها ترفع قضية نفقة، فلو ينفع إن حضرتك تيجي المحكمة علشان تقعدوا مع بعض ويبقى فيه صلح وتتفقوا مع بعض إن يكون في مبلغ من النفقات متفق عليه ما بينكم انتوا الاتنين ويدفع بشكل شهري وسليم. طيب لو حصل القعدة ولو فعلا الزوج جه المحكمة، بيحصل القعدة دي تتفقوا مع بعض، هو بيقولك أنا هدفع مثلا قد كده كل شهر ليكي أو للأولاد، مفيش مشكلة، لو انتي وافقتي خلاص بنتفق، بنعمل محضر اسمه محضر صلح. المحضر ده بيتختم من المحكمة وبتاخدي عليه صيغة تنفيذية. ركزي معايا، لو الزوج حضر في المحكمة قبل القضية ما تترفع، هو كده خلاص مفيش قضية، انتوا كده هتقعدوا مع بعض، هتتصالحوا، هتتفقوا على النفقات، قالك مبلغ معين انت وافقتي وتمام مفيش مشكلة خلاص. كتبنا محضر صلح هتختميه وتاخدي عليه صيغة تنفيذية وتنفذي المحضر ده كأنه حكم من المحكمة بالظبط، كأنه حكم رسمي، مفيش أي فرق. وبكده تكوني مش محتاجة خلاص لرفع القضية أو أي حاجة، انت كده خلاص خلصت الموضوع. ده طريق موجود، ولكن الطريق التاني وده اللي في الأغلب بيحصل بنسبة كبيرة قوي، إن الزوج ما بيستجبش ليه اختار المحكمة، خلاص ما بيجيش أصلا القعدة دي، وبتبقى موافقة ضمنية منه إن هو ما فيش مشكلة ارفع القضية. فهنا مكتب التسوية عمل اللي عليه وبعت الاختار لزوج حضرتك. طيب بعد 15 يوم هتروحي علشان تستلمي زي ما قلتلك إيصال طلب التسوية. الورقة اللي في إيدك دي هي أول ورقة رسمية في طريق رفع القضية بتاعتك. هتاخدي الورقة ومعاكي نسخة من المستندات اللي احنا صورناها، وانت في نفس المكان هتسألي فين مكتب المساعدة القانونية. ايه مكتب المساعدة القانونية؟ مكتب المساعدة القانونية موجود في كل محكمة من محاكم مصر كلها، دوره انه بيساعد حضرتك على كتابة الصيغة بتاعة الصحيفة بتاعة القضية بتاعتك. أي قضية في الدنيا بيكون ليها عريضة أو بيكون ليها صحيفة علشان تبدأي ترفعي القضية، فأنتِ ممكن ما تعرفيش تكتبيها، فمكتب المساعدة القانونية هيكتبها لِك. أنتِ هتروحي بس لمكتب المساعدة القانونية بإيصال طلب التسوية والمستندات بتاعتك، وهتقولي لهم أنا عايزة أرفع قضية نفقة زوجية أو نفقة للصغار، هتقولي لهم أنتِ عايزة إيه بالضبط. هيكتبوا لِك الصحيفة بتاعتك، هتاخديها تصوريها 5 نسخ، تحطي كل الورق اللي معاكي، إيصال طلب التسوية، المستندات، الصحيفة بالصور بتاعتها في ملف. ده كده اللي في إيدك ده ملف القضية بتاعتك. هتاخدي الملف وتقدري عليه رسم في المحكمة وتدفعي الرسم في الخزنة. رسم القضية تقريبا بيكون من 100 ل 130 مش أكتر من كده، وفي حالات تانية بيكون أقل ولكن مش أكتر من كده. بعد ما بتدفعي الرسم هتروحي بالملف لمكتب تأييد ورفع القضايا، هتدخلي على الموظف تديله الملف، هياخد منك الملف يراجع الأوراق والبيانات، حضرتك أنا اللي موجودة في الملف تمام بياناتي مفيش مشكلة. هياخد منك الملف ويأيد لك القضية بتاعتك. بمجرد التأييد انت كده خلاص رفعت القضية، وهيحدد لك ميعاد للجلسة. هتاخدي إيصال
الجلسة، إيصال الجلسة بيبقى مكتوب فيه اسم حضرتك، اسم زوج حضرتك، رقم القضية كام، لسنة كام، ميعاد الجلسة، أول جلسة هيبقى يوم إيه، هيبقى مكتوب فيها كل التفاصيل دي. طيب ده إيصال الجلسة. الموظف هيديكي برضو 3 نسخ من العريضة اللي انت كنتي مقدماها في ملف القضية، هيقولك اختميها وانزلي بيها فين؟ عند المحضرين. مين المحضرين دول يا هايدي؟ المحضرين دول موجودين علشان يعلنوا الخصوم بإن في قضية مرفوعة ضدهم، ده دورهم عامة. طيب انت عرفتي مثلا ان ميعاد الجلسة بتاعتك مثال يعني يوم الحد اللي بعد الجاي، او بعد 3 أسابيع، او بعد شهر، بعد شهرين. الخصم هيعرف منين ان في قضية؟ ده بقى اللي انت هتعمليه، هتاخدي الصحيفة بالصور بتاعتها بعد ما تختميها وتنزلي بيها للمحضرين، تسلميها للمحضرين. المحضر بياخد الصحيفة وبينزل بيها في العنوان اللي مكتوب في الصحيفة وبيعلن زوج حضرتك، وبعد 10 أيام بترجع للمحضر تاني علشان تاخدي الصحيفة معلنة. طب هعمل بيها ايه؟ هتخليها معاكي دلوقتي. أول لما يجي ميعاد الجلسة، مثلا خلاص احنا النهاردة السبت، بكرة ميعاد الجلسة بتاعتي، هجهز بإيه؟ إيه الورق اللي هقدمه؟ هي الصحيفة بس، الصحيفة اللي انت خدتيها من المحضر هتحضري بيها بكرة الجلسة. نيجي بقى لميعاد الجلسة بتاعتك. الجلسات في الأسرة بتبدأ الساعة كام؟ 9:30، تبقي موجودة هناك الساعة 9. طب ليه يا هايدي؟ أنا هقولك. النظام في الأسرة بيمشي كالآتي: حضرتك بتروحي تلاقي فيه رول متعلق على باب القاعة. الرول ده بيبقى عبارة عن أسماء بأرقام، 1 اسم كذا، 2 اسم كذا، 3 اسم كذا. تمام. الأرقام دي كلها القضايا اللي مرفوعة والمحكمة هتنظر فيها النهاردة. في بعض المحاكم بيكون عدد الرول 30، 50، 70، 90، 100، 200، 300، بتختلف. حضرتك ممكن تكوني رقم 1 في الرول. القاضي بيبدأ 9:30، حاجب الجلسة بينده على الرول: رقم 1 الأستاذة كذا كذا مش موجودة في الجلسة. بيحصل إيه؟ بيتم شطب القضية بتاعتك، شطبها. كل اللي انت عملتيه ده بيروح على الأرض، بتضطر ان انت تجدديها، مش شطب، تعملي إجراءات تاني. فإحنا في غنى عن ده، معلش تستني شوية بدري. طيب رحت بدري، شفت الرول، لقيت رقمي خلاص 6، 12، 20، أيا كان الرقم، هتستني. حاجب الجلسة هينده على رقمك وعلى اسمك، هتدخلي. طيب هي قضايا الأسرة بتبقى معلنة كده قدام الجمهور زي ما بنشوف في التلفزيون؟ لا، الكلام ده في التلفزيون بس. قضايا الأسرة بتكون في الغرف المداولة، ما بتبقاش في العلن قدام الجمهور، فما تقلقيش. طيب الحاجب نده على الرول بتاعي، كنت موجودة، دخلت حضرت قدام القاضي، هسلمه الصحيفة اللي أنا استلمتها من المحضر. هنا في حالتين: الحالة الأولانية إن زوج حضرتك أو المحامي بتاعه يكون حاضر معاكي الجلسة، ما هو عارف بقى إن في جلسة النهاردة، فيكون حاضر قدامك، أو إن المحامي بتاعه يكون حاضر معاكي الجلسة. لو حضروا يبقى كويس وسهل عليكي إعادة الإعلان وعرض الصلح. إيه دي؟ هقولك عليها. فلو اللي هو حضر أو المحامي بتاعه حضر، القاضي بيأجلك القضية لجلسة تانية قدام علشان تجيبي تحري عن دخل الزوج. طيب لو ما حدش حضر، القاضي بيأجلك القضية لإعادة الإعلان وعرض الصلح. يعني بالمعنى كده إن أنتِ أعلنتيه إن في قضية النهارده وهو ما جاش، فقانونًا لازم تعملي إعادة إعلان للمرة التانية، تعرفيه تاني إن القضية لسه شغالة واتأجلت يوم الأحد اللي بعد اللي جاي علشان نعلنك للمرة التانية. فهتنزلي من الجلسة بعد ما تخلص، هتروحي لمكتب المساعدة القانونية تقولي لهم أنا كنت في الجلسة فوق والقاضي أجلها لي لإعادة الإعلان وعرض الصلح، عايزة أكتب الصيغة بس. هيكتبوا لك الصيغة، تصوريها، تختميها، تسلميها للمحضرين تاني. طيب جه ميعاد الجلسة اللي بعد كده، حضر أو ما حضرش مش هتفرق، القاضي هيأجلها لك للتحري عن دخل الزوج. إيه التحري عن دخل الزوج؟ دلوقتي القاضي بيطلب منك إنك تجيبي لنا إفادة من مكان شغل زوج حضرتك
إن هو قبضه قد كده، القبض بتاعه الدخل بتاعه بيقبض قد كده. طيب لو هو شغال في شركة معلومة أو شغال في جهة حكومية أو هو موظف في مكان معلوم، بتروحي بتصريح من المحكمة تطلبي إفادة من شغله عن دخله بالتفصيل. طبعا الكلام ده لو في العادي، أنا مثلا أهو في العادي ما ينفعش أروح أي شركة أقول لهم أنتوا عندكم موظف اسمه جمال عايز أعرف هو دخله قد إيه وبيقبض قد إيه، ده مش من حقي. ولكن حضرتك معاكي تصريح من المحكمة، محدش يقدر يتكلم معاكي في أي حاجة نهائي. فهتروحي الشركة اللي هو شغال فيها بالتصريح بتاع المحكمة، فيها بيانات زوج حضرتك، هيكتبولك والله إن هو بيقبض قد كده والأرباح السنوية اللي بياخدها قد كده وكل التفاصيل. طب لو هو شغال أعمال حرة، هو صاحب أعمال حرة ملوش مكان بيشتغل فيه أو ملوش دخل ثابت، أنا هعمل إيه؟ هتعملي التحري ولكن عن طريق الاسم. بتروحي الاسم تقول لهم أنا معايا تصريح من المحكمة في القضية بتاعة النفقة اللي أنا رفعاها، والمحكمة طالبة تحري عن زوجي عن الأعمال والدخل اللي بيدخله من الأعمال اللي هو بيشتغلها. الاسم بيعمل التحريات بتاعته وبيبعت لك التحري للمحكمة أو ممكن يسلمها لك لو المحكمة مدياكي التصريح باستلام التحري. طيب استلمتي التحري، جه ميعاد الجلسة اللي بعد كده، سلمتي التحري اللي معاكي للقاضي. هنا بقى هيحصل إيه؟ المحكمة هنا بقى بتحكم لك بالنفقة بتاعتك بناء على الدخل اللي انت جبتيه أو الدخل الصادر من الجهة اللي هو شغال فيها. عشان في سؤال هنا منتشر كتير جدا وبسمع أقاويل كتير قوي عن الموضوع ده، إن النفقات بتتحسب بنسبة 20% بأولاد، 30% من غير، 40%، 70%. مفيش نسبة معينة نهائي في القانون لحسبة النفقات في القانون المصري. النفقات بتتحسب بناء على التحري الصادر. ثانيا بتكون سلطة تقديرية للقاضي اللي بينظر في القضية بتاعتك. في قاضي ممكن يحكم لك ب1000، في قاضي ممكن يحكم لك ب2000. بناء على إيه؟ بناء على الدخل. طيب أيا كان المبلغ اللي المحكمة حكمتهولك، خلاص أنت النهاردة مثلا المحكمة حكمت لك ب2000 جنيه نفقة زوجية أو 1500، 3000، أيا كان نوع المبلغ اللي اتحكم لك بيه. بمجرد صدور الحكم بتروحي تنفذي الحكم. ليه يا هايدي؟ لأن أحكام الأسرة هي أحكام واجبة النفاذ، بتتنفذ. طب جوزي هيعمل استئناف على الحكم لسه لأنه معترض عليه، حقه يعمل استئناف ويمشي في إجراءات ويروح يأيده ويتحدد له جلسة، مفيش أي مشكلة، وهتحضري الجلسة معاه مفيش مشكلة لو عايزة. ولكن أنا هنفذ الحكم بتاعي وأنت امشي في الإجراءات براحتك. طب أقول لك على حاجة تانية، أنت نفسك معترضة على الحكم بتاع أول درجة وهتروحي تعملي استئناف، روحي اعملي استئناف وامشي في الإجراءات براحتك. وأنت ماشية في إجراءات الاستئناف روحي هاتي صيغة تنفيذية للحكم بتاعك ونفذي الحكم. أحكام الأسرة أحكام واجبة النفاذ، بتتنفذ منذ صدورها. تمام كده؟ تمام كده. طيب آخر نقطة بس حابة أوضحها، نقطة الاستئناف. أنا صدر لي حكم مثلا نفقة زوجية ب2000 جنيه، 3000 جنيه، 5000 جنيه، أيا كان. جوزي طبعا معترض، إيه المبلغ ده كله؟ لا أنا مش هدفع ده، هعمل استئناف. عمل استئناف، حضرت في الاستئناف. ممكن تعملي استئناف مقابل إن أنت كمان معترضة على حكم أول درجة وعايزة تزوديه، ده من حقك. فسواء عمل استئناف ما عملش استئناف، بأكد عليكي تاني أنت من حقك إنك تنفذي حكم أول درجة. وبكده أكون وصلتلك لنهاية قضية النفقة بتاعتك. أتمنى من قلبي إن أنا أكون فدتك حتى لو بجزء بسيط. بشكرك جدا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.